ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنتكلم عن فيديو مهم جدا، بما ان احنا بقى في الصيف وبنهتم جدا ازاي تكون ريحتنا حلوه. فالنهارده بقى هقولك ازاي تكوني فواحه في بيتك. وطبعا حطوا 100 خط تحت كلمه بيتك، لان انا الفيديو مخصص اكتر يعني واحنا قاعدين في البيت ازاي تكون ريحتنا حلوه، وبرضك واحنا في الشارع تكون ريحتنا حلوه بس من غير ما نحط برفيوم طبعا عشان حرام. فدي معلومه مهمه حبيت ان انا انبه بس فيها من البدايه. احنا مش بنحط برفيوم يا بنات او اي حاجه فيها عطور، سبلاش، اي حاجه مخمريه، الكلام ده كله ما بتحطش خارج البيت، الكلام ده كله بيكون في البيت. ولكن انا برضك هقولك على شويه تريكات تخليكي ريحتك تكون كويسه حتى وانتي خارج البيت من غير ما تحطي برفيوم او تشيلي ذنب او وزن. ولو مهتمه بقى روح هاتي ورقه وقلم وحاجه فيها تشربيها ويلا بينا نبدا على طول. واول خطوه يا بنات علشان نكون نضاف ونكون ريحتنا حلوه هي النظافه الشخصيه. مهما ما انت حطيتي كميه مرطبات وحطيتي سبلاشات وحطيتي برفيومز وحطيتي حاجات كتيره وانتي اصلا جسمك مش نظيف، فاوريدي احنا ما بنعملش اي حاجه. احنا يعني بتبقى في ميكس كده ما بين بقى ريحه السبلاش او الحاجه اللي انت حطاها مع ريحه الحاجات اللي مش كويسه اللي على جسمك، لان جسمك اوريدي مش نظيف. واول خطوه طبعا في النظافه الشخصيه هي ازاله الشعر، لان الشعر يا بنات بيعمل بكتيريا حواليه مع وجود ميه مع وجود عرق، وخصوصا في المناطق الخاصه سواء الاندر ارم او البيكيني اريا. المناطق دي لازم نزيل منها الشعر بشكل مستمر، ما ينفعش اسيب الشعر ينمو فيها بشكل كبير. وافضل حل هي الشيفنج، لان الشيفنج انت مش بتضطري تستني لحد لما الشعر يطول قوي عشان تشيليه بالواكس او السويت يعني. تمام، فدي اول خطوه معانا مهمه جدا. لو انت فعلا عايزه تبقي كده ريحتك كده فواحه وتكوني ريحتك نظيفه، لازم دي اول خطوه. الخطوه التانية يا بنات هي ان احنا نستحمى بشكل يومي، وخصوصا في الصيف. بصي، فكره ان انت ما تاخديش شاور كل يوم ده مش اوبشن، يعني انت ما عندكيش اختيار، يعني خصوصا في الصيف ما ينفعش. ممكن في الشتاء بناخد شاور يوم ويوم لا، بس على الاقل الاماكن الخاصه بنغسلها يوميا حتى في الشتاء. تمام، فلازم المناطق اللي انت بتعرقي منها في الشتاء تغسليها بشكل يومي. لو في الصيف طبعا بتاخدي شاور، مش شرط انك تغسلي شعرك كل يوم، ممكن شعرك تغسليه يوم ويوم لا، او تغسليه من مرتين لثلاثه في الاسبوع، علشان برضك مع العرق وكده في الصيف بنحتاج ان احنا نغسل شعرنا برضك مرتين او ثلاثه في الاسبوع. ولكن انا بتكلم على الجسم، لازم تغسلي جسمك كل يوم بشاور بصابونه حتى، مش مهم. مهم دلوقتي عندي بند النظافه، احنا مش بنتكلم على الريحه دلوقتي. فلو مش متوفر شاور ممكن اي صابونه، صابونه دوف، صابونه طبيه، صابونه بتاعه الحمام اللي انت بتغسلي بيها ايدك، مش مهم. طيب، تالت خطوه ان انا ارطب جسمي بمرطب يكون ريحته حلوه. ايه الفكره ان انا اروح اجيب مرطب واصرف عليه فلوس وهو ريحته مش حلوه حتى لو بيرطب كويس؟ تمام. طيب انا هقولك على اوبشنز حلو قوي. ايفا المرطب ب100 جنيه وبيقعد معاك فتره كبيره جدا وريحته تحفه وبيرطب تحفه. في اوبشن تاني كيراند مور حلو برضو، سعره حلو وريحته كويسه. دي الحاجات اللي هي السعر بتاعها مش عالي قوي، ريحتها حلوه وترطيبها كويس. ممكن تختاري الريحه اللي تريحك منهم. مهم بس يا بنات ان انا لما اجي احط اي لوشن على جسمي يكون ريحته حلوه. في يعني انواع كده من البادي لوشن بيكون ريحتها يعني حاجه بايظه، يعني تحس ان ريحتها غريبه. فانت شوفي الريحه اللي انت بتحبيها، ولكن هاتيها من براند تكون بيعمل الريحه دي حلو، ما يبقاش مثلا زي ستاركيز، الحاجات دي ما بتبقاش الروايح فيها افضل حاجه يعني. تمام. طيب، رابع خطوه الديودرنت مهمه جدا وخصوصا في الصيف يا بنات. وانا قلت لكم على كذا ديودرنت، وقلت لكم هبقى اسيب لكم لينك الفيديو اللي انا كنت عاملاه قبل كده قبل العيد في رمضان. كنت عامله لكم فيديو ليه علاقه بمنتجات كتيره بسعرها رخيص للشعر وللبشره وللجسم. هبقى اسيبه لكم تحت في صندوق الوصف عشان لو عايزين ترشيحات لمنتجات او حاجه. ولكن انا هقول لك دلوقتي على ترشيح حلو جدا رخيص، باديليشس. باديليشس انا جربته يا بنات، ماشي، لا بيعمل حساسيه ولا بيعمل اسمرار، بيمنع العرق فعلا. انا جربت على فكره حاجات كتيره طبيه زي ستارفل ودراكون وحاجات كتير، انا مرتحتش على حاجه زي ما ارتحت على باديليشس. وسعره يعني مش مكمل تقريبا 60 جنيه، فهو اوبشن كويس جدا. وخلينا فاهمين ان احنا بنحط ديودرنت في الشتاء وفي الصيف، مش في الصيف بس. طيب، خامس خطوه معانا كمان ممكن ان احنا نعزز الريحه الحلوه دي من خلال مخمريه.
كنت قايله لكم قبل كده في مخمريه بتاعت مخمريه بلوب حلوه قوي قوي قوي، هي عباره عن جل كده، وفي مخمريات تاني بيبقى فيها زي جليتر كده، دي للمتزوجات اكتر يعني. تمام. وفي الاسبلاشات، انت ممكن تحطي مثلا حته فازلين على اماكن النبض وترش عليها اسبلاش. عندك بلوب وعندك بوديليشس وعندك ايفا، يعني عندك انواع اسبلاشات كتيره جدا حلوه وسعرها كويس. يعني انا جربت بلوب حلوه جدا، بوديليشس حلوه جدا، وعندك كمان ايفا حلوه، بس ايفا تقريبا يعني سعرها عالي شويه دلوقتي، بقت عاليه شويه. فانت شوفي الاوبشن اللي يريحك والريحه اللي تريحك. انا بديكي بس ترشيحات وانت شوفي ايه اللي هيكون مناسب ليكي اكتر. دي كده حاجات بنحطها في البيت يا بنات، الحاجات دي خطوات دي للبيت، المخمريه، الاسبلاشات، البرفيوم، الحاجات دي كلها في البيت مش في الشارع. سادس خطوه مهمه جدا يا بنات، ان احنا لازم نهتم بالاماكن الحساسه. الاماكن الحساسه اللي هي الاماكن الخاصه عندك، اللي هي الاندر ارم والبيكيني اريا. الاماكن دي لازم ان انا لو انا عندي التهابات، لو انا عندي افرازات، لو انا عندي اي مشكله، عندي مثلا مشكله جلديه في الاماكن دي، اي حاجه فبتسبب لي ان تطلع لي ريحه مش كويسه، لازم ان انا اروح لطبيب وان انا اشوف ايه المشكله عندي. ولازم الاماكن دي بعمل لها روتين يومي واسبوعي وشهري، بيتعمل لها سكرابات وبيتعمل لها ترطيبات وبستخدم فيها مرطبات. الاماكن دي عندك الهيبتاكرباميد، عندك البنسينول، عندك اي مرطب طبي. اهم حاجه لما احط مرطب في الاماكن الخاصه يكون مرطب طبي، ما يكونش مرطب عادي من اللي انا بستخدمه لجسمي. فده مهم جدا علشان ما يحصليش التهابات فيها، فاوريدي تطلع لي ريحه مش كويسه. تمام. طيب سابع خطوه مهمه جدا ان انا اخلي بالي من الغسيل، ودي بقى البند اللي هيبقى ليه علاقه اكتر بالخروج في الشارع. فانا هنا اهوت لما انا بسيب الغسيل في الغساله فيكمكم فريحته تبقى مش حلوه، انا استفدت ايه؟ لا، انا هغسل غسيلي، هحط له دوني عشان يبقى ريحته كويسه وانشره في ساعتها. ليه؟ علشان الطرحه بتاعتي، البلوزه بتاعتي، الدريس بتاعي لما انا بسيبه بيكمكم، فلما تبقي نازله في الشارع نازله تبقى شم ريحه كمكمه. فليه؟ يعني لا كده ولا كده، يعني لا انا لازم احط بقى واغرق نفسي برفيوم عشان اداري ريحه الكمكمه دي، ولا انا انزل كده مكمكمه. فبلاش الكمكمه عشان احنا في الصيف، والصيف اصلا كمكمه لوحده. فاحنا نحاول على قد ما نقدر الغسيل بتاعنا ننشره اول باول، نحط له دوني، نعرضه للشمس عشان تبقى ريحه الغسيل كويسه. فلما تبقي واقفه في مترو، واقفه في مواصلات، واقفه في شارع، واقفه في سوبر ماركت، واقفه في حته، ما تبقيش انت اذيه الناس اللي حواليكي. وعايزه انبه على معلومه اخيره يا بنات، ريحه الفم مهم جدا ان احنا نغسل سناننا من 2 ل 3 في اليوم، او على الاقل مره الصبح ومره بالليل، علشان ريحه الفم لما بتيجي تتكلمي مع حد دي برضك بتاثر بشكل كبير عليكي كده وعلى ثقتك بنفسك. فلازم ان احنا ما ننساش الخطوه دي، خطوه اساسيه جدا. وبس كده، يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك. وطبعا ما تنسيش ادوم وانقال، لو الفيديو بقى عجبك واستفدتي منه ولو حاجه صغيره، ما تبخليش بقى عليا باللايك وبالكومنت الحلو عشان بيشجعني، وتشتركي في القناه طبعا عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. وبس كده، يلا باي.